ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر اي حد دخل لي جديد في القناه وبوجودكم معايا. طبعا القناه هتكبر بيكم. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت اشتراك في القناه، ويا ريت تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا جماعه انا بنوه ان انا غيرت اسم القناه. القناة كانت اسمها شيف حنان، غيرتها لان الناس لما بتيجي تخش تبحث عن القناة ما بيطلع لهاش في البحث شيف حنان، بيطلع لها حد تاني خلاص. فاللي بيبحث طبعا اللي عندنا بيبحثوا مطبخ حنان الورد الاول، كانت القناة اسمها كده، فبيطلع لهم مطبخ حنان الورد، فغيرتها بالاسم الاولاني خلاص. عشان بقول كده عشان ما حدش يغلط في القناة وكده. وعامة الصورة هي بتاعت القناة. النهارده تعالوا بقى ايه نعمل حاجه حلوه جدا كل المصريين بيحبوها وما بيقدروش يستغنوا عنها طبعا في البيت. انا شخصيا بموت فيها. هنعمل السردين المخلل، سردين المملح. السردين المملح. خلاص. هنعمله بطريقه حلوه خالص بعد ما هنملحه، بعد ما هنخلله، ونشوف الطريقه معانا بحيث ان انت تحفظيه في التلاجة ويبقى عندك وقت ما تحبي تاكليه تاكلي. يلا بينا نشوف الطريقه. طريقه سهله جدا، وتابعي الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقه ايه. يلا بينا نشوف الطريقه. معانا سردينه زي ما انتم شايفين اهو. سردينه حلوه اليومين دول يا جماعه، حلوه جدا اهي. وانا من عشاق السردين المخلل المملح يعني. خلاص ده نص كيلو، انا شاريه نص كيلو بس. ومعانا كركم وملح اهو. عايزه تحطي شطه حطي خلاص. ومعانا كيس ثلاجه بس كده. هنعمل ايه؟ هنملح السردينه الحلوه دي ازاي؟ هنشيل السردين، هنحط شويه ملح اهو، شويه صغيرين خالص حسب انت ما بتحبي الحدق بتاعها. وهنشيل السردين كده هنرصصه تحت اهو. نرصص شويه كده. ده نص كيلو، انا هعمله على مرتين يعني على طبقتين. خلاص. هاخد ملح اهو وارش كده، واحط بقيه الكميه زي ما قلت لك. عايزه تحطي شطه حطي، انا مش هحط شطه اهو. مش هتحط الخراشيمه؟ لا ده السمك الكبير اللي بيتعمل الملح في الخراشيم. السمك البوري اللي بتحط له الملح في الخياشيم. طيب اهو اهو. خلاص انا حطيت اهو. انا لسه واحده اهي شفتهاش. احط بقى طبقه ملح كده ارش عليه اهي. ولو هتعمليه بالطريقه اللي انا هقولك عليها في اخر الفيديو دي مش ضروري الكركم، يبقى الملح بس، لان في طريقه تانية بعد ما هيتخلل هقولكوا عليها. تابع الفيديو. يعني لو هتعملي بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي في اخر الفيديو ملح بس مش ضروري الكركم. بس انا بقولك لو انت هتخلليه كده وهتاكليه بعد ما يتخلل زي ما هو كده خلاص. هعمل ايه؟ هجيب كده كفايه، انا ما بحبوش حاجه اهو. خلاص هلف عليه كده واربط عليه، واجيب كيس تاني خلاص اهو. هجيب كيس تاني. انا جبت شنطه اهي صغيره يا جماعه، هحطه بقى في كده اهو. خلاص وهربط دي كده. اهم حاجه تفضي الهواء منهم. شنطه تانية صراحه استخسرت اكياس التلاجة، الكيلو بقى بالشيء الفلاني. بصوا اهي كيس التلاجة كنت بتحط السردين عشان تضمني ان هو يبقى في حاجه كويسه ونضيفه. وتربطي كده اهو. بعدين تعملي ده كده كام كيس كده كام شنطه. خلاص اهو. خلاص اهو. انا كده ملحت السردين. سوري يا جماعه. هجيب علبه اهو. العلبه اهي هحطها كده السردين فيها اهو، واقفل عليها. انا هحطها في فرن البوتاجاز، مش هحطها في فرن البوتاجاز واولع لا.
اوعى واحده منكم تحطها في فرن البوتاجاز وتولع. انا هحطها في فرن البوتاجاز عشان فرن البوتاجاز سخنه عندي، يعني المطبخ عندي سخن وده اسخن حته عندي عشان يستوي بسرعه. خلاص انا هحطها في فرن البوتاجاز كده، وكل يوم افتح عليها. يوم هما 3 ايام واقوم قلبها الناحيه التانيه كده، يعني اقلبها على الجنب التاني. خلاص وبعد ال3 ايام لما يتخلل هنشوف هنعمل الخطوه التانيه ازاي. خطوه حلوه جدا، انا شخصيا بحبها جدا في السردين المخلل. تابع الفيديو عشان تعرفي ايه هي الخطوه دي. ادي الفسيخ يا حبايبي بعد كام يوم، بعد 3 ايام السردينه اللي احنا ملحناها مع بعض هنفتحها دلوقتي ونشوفها مع بعض كده. زي ما قلت لكم كل يوم بتقلبيها على جنب، ما بتسيبهاش على الجنب نفسه يعني، لا كل يوم بتقلبي الشنطه دي على جنب تاني. يعني النهارده كده تقلبيها تاني يوم كده. خلاص هنفتحها مع بعض اهي وهنشوف هنعمل فيها ايه. لازم تحطيها في كذا شنطه كده. خلاص اهي. بصوا بقى الكيسه اللي انا عاملاها فيها بقت ازاي. بصوا اهي كيسه منفوخه اهي. بصوا عامله ازاي اهي. اجيب بس مقص اهي فتحتها. بصوا بقى السردين وجماله يا حبايبي. بصوا السردين وجماله اهو. بصوا بصوا تحفه تحفه. 3 ايام بس هتاكلي احلى سردين اهو. شايفين؟ بصوا عشان الميه بس ما تعكش الدنيا اهي. شايفين اهي. هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ اطلع بس الشنطه دي، وانا عايزه شنطه من دول هاخدها اشتغل عليها اهي كده. اجيبها على جنب هنا اهي، وهاخد الشنطه دي اشتغل عليها. خلاص اهي عشان ما ازفرش الدنيا. هطلع بس السردينيه اهي. دي الشنطه اللي انا هشتغل عليها. اقول لكم هنعمل ايه بس الاول. هجيب برطمان كده يكون نضيف، برطمان يكون نضيف عندك ما يكونش فيه ميه. هتحطي شويه خل صغيرين جدا في حدود معلقه كبيره. خلاص اهي انا حطيت معلقه كبيره في حدود معلقه كبيره كده خل اهي. وهتحطي كميه من الزيت على قد البرطمان اللي انت عاملاه، يعني تناسب البرطمان اللي انت عاملاه، حجم البرطمان اللي انت حاطه فيه اهو، تناسب حجم البرطمان اللي انت حاطه فيه. خلاص وهنجيب ليمونه خلاص ادي الليمونه. هتاكلي بالطريقه دي احلى سردين مخلل. انت طبعا بتاكليه كده بعد ما بتملحيه عادي، بس انا بعمله بالطريقه دي يعني. خلاص انا حطيت الليمون والخل والزيت اهم مع بعض اهو. البرطمان يكون نضيف ما فيهوش ميه. خلاص البرطمان اهو بعيد اهو عننا. خلاص هعمل ايه؟ هجيب بقى الشنطه اللي انا هشتغل عليها دي. هجيب السردينيه اللي انا مخللاها، السردين اللي انا مخلله اهو. خلاص ماشي. هعمل ايه؟ اجيب السكينه بس. انا بعمله يا جماعه بالطريقه دي اهو. هنضفه، افتح بطنه كده اهو، واشيل كده بطنه سمنه شايفين اهو. وهفتحه كده اهي. شايفين؟ بصوا شايفين السردينه وجمالها اهو. اشيل بقى العظمه دي اهي، وهشيل اللحمه كده اهو. بصوا اللحم بيشيل ازاي بكل سهوله اهو. اللحم الشيل اهو من السردينه اهو. بصوا بالشكل ده، وهتحطه في البرطمان. خلاص كده اهو. بصوا بالشلب ازاي سهله جدا اهو.
لان السردينه اصلا سمينه اهو، فالجلد بتاعها بالقشره بتشال معاكي بسهوله اهي. خلاص اهي اهي. خلاص يا حبيبتي، هعمل واحده تانية معاكم احطها في البرطمان برضو كده. اعمل واحده تانية معاكم، دي اللي هي الطويله دي، اللي هي بيسموها ايه كده، مش عارفه بيسموها ايه اهي. شايفين اهي ما شاء الله عليها اهي. هتعملي ايه؟ هنقطع الراس كده، وهنقطع كده من هنا اهي اهي، ونشيل البطن كده اهي. بطنها سمينه ما شاء الله اهي. مالكيش دعوه بالقشر خالص، بالريش بتاعها، مش الريش القشر هي مش فراخ خلاص اهو. هنشيل العظمه. بصوا اقسم بالله اقسم بالله تحفه 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 اهي. بصوا هتشيلي بقى. انا من عشاق السردين المخلل، انا بجيبها وبعملها كده يا جماعه وبسيبها عندي اهي. بصوا تشيلوا القشره كده خالص اهي. خلاص كده اهي، شايفين اهي. وتحطها في البرطمان، ودي نفس الطريقه كده برضو نشيلها اهي. بصوا اهي، تسحب معاك بكل سهوله اهي القشره، شايفه اهي بكل سهوله اهي. بس كده اهي. حط في البرطمان. خلص كان بقيه الكميه. بصوا يا حبايبي، لو ما فيش واحده مثلا هتعرفي تطلعي منها الريش بتاعها، الريش مصممه برضو الريش، القشر بتاعها تفصليه عن اللحم، تجيبها كده اهو وتعملها كده اهو. انا بس بعرفك على اساس ان انتي لو مش هتعرفي تطلعها من القشر منها اهو، تعمليها كده زي ما بتنضفي السمك. خلاص اهو. طلع القشر منها بس كده اهو. الحمد لله قلت القشر مش الريش. وتفتحيها اهي، وتشيل العظمه من النص اهي. بس كده خلاص بقت معاكي بالشكل ده اهو. هتحطيها لو انت مش هتعرفي تشيلي القشره منها اهي. بقت معاكي بالشكل ده. هي دي كانت تطلع منها القشره عادي، بس انا قلت ايه اوريها لكم على اساس ان انتم لو ما عرفتوش تطلعوا القشره. خلاص. وتحطها في البرطمان. ادي السردينه اهي يا جماعه، بتبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا اهي. حطها في البرطمان كده، وبتقفلي عليها بغطا محكم. تحطي شنطه وغطا محكم، بتحطها في التلاجة عادي، وتسيبيها. وقت ما تحبي تاكلي فسيخ تطلعيها. فسيخ مملحينه مش مخللينه اصل انا في الفيديو عماله اقول نخلله نخلله فانا بملح فسيخ مش بخلل فسيخ. خلاص. وقت ما تحبي تاكليه تطلعيه وتاكليه. خلاص. نعمل سندوتش مع بعض كده صغير. يلا بقى بينا نعمل سندوتش مع بعض. بصوا هجيب بقى الطحينه العسل دي اهي. الطحينه انا بعملها كده خام في السندوتش اهي. خلاص كده اهي طحينه القمر دي. وناخد السردين بتاعنا الحلو ده القمر برضو اهو. السردين دي يا جماعه كل ما بتسيبيه في التلاجة بالمكونات دي زي ما هو كده بيبقى تحفه تحفه. كل ما يقعد في التلاجة تاخدي منه حاجه كده بجد بصراحه تحفه. كل ما تسيبيه قاعد في التلاجة بالخلطه دي هتاخدي منه احلى سردين، احلى سردين مخلل هتاخديه منه. خلاص. وادي السندوتش بتاعنا القمر. انا هسيبها بقى في التلاجة اهو. احلى سندوتش سردين هتاكليه في الدنيا اهو. بصي انا بعمله كده وباكله اهو. وده كان معانا السردين المخلل بالطريقه دي، ازاي تحفظيه معاكي في التلاجة.
لو عجبتك الوصفه لايك وشير وسبسكرايب ورتب على الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا كنت سعيده بوجودي معاكم، انتظروني في فيديو جديد. باي باي.